الفيديو ديال اليوم غادي نجرب لاول مره نصاوب بلاير كيك ازرق. اول حاجه درتها هي وجدت كلشي المقادير وعبرتهم كما شفت في يوتيوب. وغادي نبدا نصاوب الكيك ولا الجنواز. في الاول غادي ندرب بيض البيض والسكر حتى يوليو كما كيسميوها ميرانغ. غادي نتعلم مصطلحات باتيسريه. ومن بعد غادي نخلط المقادير الاخرى، صفار البيض، السكر، الفاني، قبيصه ديال الملح اللي كتكون في اي حاجه، الزيت والخل. كنظن باش تكون الكيك من الداخل مفخفخه، والدقيق اللي ديما خاصو يكون مغربل. هاد الخليط كيعذب فاش كنت نديرو بالباطور، بصح من خلطت المرانغ الاول والخليط الزاوج كان ساهل، خلطته بسباتول كما قالت لي ماما باش ما يهودش المرانغ. درت حتى ورق الطبخ باش ما تلصقش. يسخن مزيان، درجه الحراره واقيلا خصها تكون عاليه، والكيك كيدي وقت طويل اكثر من 30 دقيقه. مرمى طاب الكيك صراحه كان عالي تبارك الله، صراحه حسيت بالفخر. الخطوه الزوجه غادي نوجدوا فيها لي غاناج. الاول كان بشيكولا نوار وكريم شانتي. ذوب الشوكولا في البماري وخلطها مع الكريم شانتي مزيان. غادي ندخلهم الكونجيلاتور، وقالت لي ماما ديري لهم السلوفان باش ما يديروش القشره. الكاناج الزاوج غتكون فيه شوكولا بيضه وكريم شانتي. غادي نسخنوا الكريم شانتي وغادي نذوبوا فيها شوكولا، وحتى هي غادي ندخلوها الكونجيلاتور ونديروا لها السلوفان باش ما ديرش القشره. مور ما بردوا مزيان نحطوهم بالباطور. وهذه اكثر مرحله متعبه بصراحه، حيت شي 10 دقائق وانا كندرب حتى وجعتني يدي، ولكن فاش يطلع داك المرقار على قولتهم انجاز. الكاناج الابيض غادي نقسموه على جوج، النص غادي نخليوه ابيض والنص غادي نديرو فيه الكولورون زرق باش نزوقوا لاير كيك. الكيك برد مزيان وغادي نقطعو. حيدت هذاك الشيء الفوقاني وقسمته على 5. هنا خفت الا ما يجوش كلهم قد ولكن صراحه ما بانش الفرق، درت غير عين ميزاني. هنا درت الماء والسكر والفاني يغلاو باش نسقي الكيك. حفظوا القاعده، فاش يكون الكيك بارد خص يكون شنو غادي نسقيو به سخون، والعكس صحيح. هادو قواعد ماما. ودابا وصلت احسن مرحله واكثر ايطاب استمتعت فيها. وشحال لعبت صراحه، زوين بزاف تعمري الطبقات، وزوين بزاف تشوفي البروسيس ديال واحد الحاجه من الاول حتى للتالي. في الاول نسيت باللي خاص الكناج الابيض هو اللي يكون
على برا، حيت على برا غادي نديرها كلها بيضه. واخا فاش بديت نغطي الكيك من برا شويه حسيت بانني راني غير نرون وفعلا رونت الكوزينه كامله، ولكن شويه شويه ملي بديت نولف هذيك التوشيه اللي كدور بديت نفهم. حسيت باللي لا كريم شويه دابت ودخلتها الثلاجه حتى شتت راسها ورجعت عاد كمل. الكوزينه كامله بلا كريم. اكيد مرحله فاش ذوقتها بالزرق صراحه وزدت فيها النص وجات واعره. ما كنتش متوقعه صراحه غادي نقدر نديرها وتخرج في الشكل من اول مره هكا. ما كنتش عارفه من الديزاين غادي ندير. في الاول كنت باغي نخليها سامبل وجربت الوردات ولكن ما صدقوش مزيان حيت كانت الكريم بحال دابت. بصح واخا هكاك حبيتها بزاف وفرحت ملي جات زوينه وجات بنينه. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وكنتمنى انكم تجربوا اي حاجه جات في بالكم.